بس سامحوني يعني ما تعملوش عمل رحمة من باب أخطيت يعني أبونا يسامحني في اللي أقوله. يجي حد خد يا أبونا ده العشور وبركة ويجيب ظرف جامد، وأنا أبقى عارف إن أخوه أو أخته أو ابن عمه ابن خاله مش لاقي لقمة في البيت. عايز تقول لي ده عمل رحمة؟ دي أونطة. سامحوني في اللي بقوله يعني. عمل الرحمة بيبدأ بإن من أهل البيت، إخواتك، قرايبك، ابن عمك، ابن خالك. يقول لك لأن أنت لما تشيل عنه أنت شلت من عن الكنيسة، فاهمين؟ لكن أنت جاي تدينا إحنا عشان نبقى إحنا خدنا، فتبقى أنت ليك كلمة. أنا آسف اللي أقوله يعني. وبعد كده يبقى أنت بتدي بقى وريحت نفسك من مسؤولية أي حد، تتصرف أنتوا فيه. وفي الآخر يبقى عندك في البيت والعيلة ناس محتاجة. وما فيش عيلة في مصر بلا استثناء ما فيهاش ضلع وفرع محتاج ومكسور ومجروح ومتبهدل وممسوح بالبلاط. ما فيش عيلة في مصر ما فيهاش فرع كده سلخة، إلا وتلاقي باقي العيلة بيعتبروهم العار والجرم ويعني الخطيئة العظيمة. وأخطيت ممكن نبقى إحنا واقفين قدام الفرع ده عاملين زي يهوذا قدام سمار، ولما تكشف الحقيقة نقول إيه؟ هي أبر مني. فاهمين دي؟ فدي الخبرة المعاشة. اتفقنا؟